يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله النهارده يومنا كده يعني ايه، كله نشاط وحيويه كده وطاقه ايجابيه. هنعمل مع بعض قرص بالسمنه، قرص طريه كده في الفرن، يعني حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. وهقول لكم على سر التسويه وازاي القرص تطلع معاكم طريه وهشه وجميله. بس انا قلت الصبح كده نصحى كده الصبح، نروق قدام الباب ونرش بقى المية عشان الجو حر اليومين دول زي ما انتوا عارفين، تجيب لنا شوية طراوة شوية. وبعدين نخش بقى على الفيديو بتاعنا الجميل ونصلي على الرحمن ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقول مقاديرنا في قلب الفيديو، بس ركزوا معايا عشان في كام تكة كده لازم تعملوها علشان التسوية تطلع معاكم طرية وهشة وجميلة، ما تنشفش منكم ولا اي حاجة. وهقول لكم على كام حاجة كمان تعملوها لو عاملين كمية، وهتبقى قرص اقتصادية وكل مكوناتها في البيت. يعني مش هتحتاجي تجيبي اي حاجة من بره غير حبة الدقيق لو انت عايزة تجيبيهم يعني. لو مش عندك هاتي بقى ايه كيلو دقيق ولا حاجة، ما شاء الله هيعمل معاكي كمية. انا النهاردة هعمل 2 كيلو دقيق، ما شاء الله عملوا معايا كمية حلوة جدا. شفتوني يا ولاد وانا برش قدام الباب عشان الجو حر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على المقادير. دي حتة خميرة فورية، اللي هي ايه، قصدي خميرة بيرة. ما عندكمش خميرة بيرة هتجيبوا ايه، باكو خميرة فورية. لازم تحطوا مع الخميرة كده، يعني ده مكعب كده بتاع 30 جرام. هتحطوا معاه ايه، على كل كيلو دقيق 4 معالق سكر. كل كيلو دقيق 4 معالق سكر. هتبقى مسكرة يا سامية؟ لا مش هتبقى مسكرة خالص. هتدي السكرة كده اللي هي الحلوة، مش اللي انت اللي هي بتجزع، لا اللي انت تقدري تاكليها برضو بجبنة، تفطري بيها الصبح بجبنة، بشاي بلبن، بشاي، اللي انت عايزاه. هسيبهم بقى مع بعض ياخدوا يدي مع بعض كده واغطيها عشان يتفاعلوا مع بعض. ما عندكيش الخميره البيره حطي باكو خميره فوريه ونفس الطريقه. هندخل بقى على الدقيق دولت 2 كيلو دقيق ونقول بسم الله ونبتدي ندخلهم مع بعض واحده واحده. مع انه هو نضيف بس انا عشان جايباه سايب برضو ايه قلت هندخله عشان لو في حاجه كده حاجه كده يبقى ايه احنا عملنا اللي علينا ونخلنا. بس هو ما شاء الله طلع زي الفل نضيف يعني. طب انت هتستخدمي النهارده لبن رايب يا ساميه؟ لا مش هستخدم لبن رايب نهائي. ليه يا ساميه؟ لان الجو حر يا جماعه. لو انتوا هتعملوا كميه ما تستخدموش لبن رايب. اللي فران ما بتستخدمش لبن رايب لانهم بيعملوا كميه. اللبن بيتفاعل مع الحر، لان سبحان الله اللبن ده اصلا جاي من انتاج حيواني. فطبيعي ان هو مع الدقيق مع الخبيز مع الركنه هيعمل يعني هيغير طعم المخبوزات. فانا هستخدم ميه عادي عادي خالص من حنفيه. وبرده في الخميره انا عشان الجو حر استخدمت ميه من حنفيه، لكن لو في الشتاء هنستخدم ميه دافيه، مش سخنه، دافيه زي دمع العين علشان ما تموتش الخميره. دي كده اول تكايه او تاني تكايه اللي هي ايه الميه الدافيه شتاء وميه عاديه من الصيف. هتحطي ايه ده يا سامي؟ هحط ايه، شعرة ملح على كل كيلو دقيق، فانا حطيت مرتين. يبقى اللي انت بتحطيه ده اختياري، دوت ينسون على كروي. انا جبتهم وحمصتهم وطحنتهم طحنه تمام، وخدت معلقه على كل كيلو دقيق. انت مش عايزه تحطي خلاص خليها ساده عادي اللي انت عايزاه. بس انا بحب يبقى فيه ريحه حلوه كده. في ناس كانت بتحطه صحيح، فالصحيح ده تيجي تاكل القرصه تلاقيه بيقرش كده تحت اسنانك. فليه نطحنه وندينا الريحه برضو الحلوه وتبقى القرصه ناعمه وهشه وجميله من جوه. كل كيلو دقيق بقى هنحط نص معلقه، نص كوبايه، مج سمنه على زيت. فبما اننا عاملين 2 كيلو دقيق فهنحط مج من الكبار دول سمنه ومج زيت، زي ما انتوا شايفين كده، يعني مج سمنه ومج زيت بس على 2 كيلو دقيق. يعني كيلو دقيق بياخد مج نص ونص، نص سمنه ونص زيت. فبما ان السمنه سايحه عندي فانا هحط شويه كمان ايه سمنه علشان اعرف ابصهم، لان المقدار بيبقى سمنه من اللي هي ايه ماسكه نفسها شويه، يعني ما تكونش سايحه قوي كده زي الزيت، بس عشان الجو حر. بس احنا كده خلاص كل مكوناتنا حطيناها وهنبتدي نبس مع بعض. هتبسي يا سامية؟ ايوه لازم الدقيق كله يتغلف في السمنه والزيت. هنغلفه كويس جدا جدا علشان لما يجي بعد كده نلمه بالميه. لو انت عايزه تعملي باللبن رايب اعملي عادي انت اللي انت عايزاه، بس اعملي على قد مثلا ايه اللي انت يعني ايه، على قد استخدامك. ما تقعدوش كتير علشان ريحته ما تغيرش. يعني مثلا لو هتعملي كيلو ولا حاجه متاكده ان انتوا هتخلصوه مثلا، اعمليه، اعملي بلبن رايب عادي. بس انا هعمل بميه عاديه عشان انا الولاد عندي كل يوم ممكن ياخدوا ايه حبه يفطروا بيهم، فطبعا خساره ان اللي هو يبوظ مني. انا بسيت كويس وابتدي بقى انزل بالميه. الميه دي قد ايه يا سامية على الخميره؟ كنت حاطه مجين كبار مدوبه فيهم الخميره والسكر. هبتدي الم بيهم دلوقتي، ولو احتجت هحط حبه بحبه. هي ما شاء الله ابتدت تلم، هتشوفيها دلوقتي وانا بلم.
واحده واحده كده ابتدي لم العجينه وسيبها تهدى شويه، ترتاح شويه ولم تاني. كل ما ترتاح بتريحك، وتبتدي بقى العجينه تخش في بعضها خالص، يعني ما شاء الله تبتدي تلم من ايدك ومن الطبق. وانا برضو لو احتجت احط حبه كمان وابتدي احط تاني. انا طبعا عشان كنت بعجن بايد واحده. اهم حاجه يا جماعه في المخبوزات ما تبقاش العجينه قاسيه. احنا مش عايزين العجينه قاسيه، عايزينها تبقى طريه وفي نفس الوقت ملمومه. ليه يا سامي عايزاها طريه؟ علشان تبقى القرصه طريه تستوي وما تنشفش مننا في الفرن. بصوا بقت عامله زي القطنه وهشه وجميله ازاي، وبرضو لما من ايدي وما بتلزقش. هنسيبها بقى تخمر ومع نفسها كده خالص. هنا بعد ما خمرت زي الفل، شايفين بقى بتغرزي كده تلاقي صوابعك ما بتغرز فيها ما بتطلعش. شايفين هشه ازاي؟ نبتدي بقى نقرصها تقريص اللي هو الصغنن خالص. عايزين بقى التقريص ده بتاعكم انتوا عايزينها بقى. انا بقول لمريم ايه رايك في الكوره دي؟ قالت لي يا ماما هتبقى صغيره. قلت لها لا هتبقى حلوه، لانها مع التسويه بتزيد. هبتدي بقى اكور كلها كور قد بعضها زي ما انتوا شايفين كده. ليه بقى؟ علشان العجين يرتاح. لما الكور دي ترتاح اقدر ان انا ابططها في الصواني على طول. يعني هبتدي باول كرة عملتها دي، يعني اول كرة دي هي اللي هبتدي فيها ان انا ابططها عشان هتكون ارتاحت معايا. وبعدين المخبوزات يا جماعة اهم حاجة ان هي تخمر مرتين، مرة لما عجنا ومرة بقى لما نقرصها ونحطها في بصوا ما شاء الله عملت معايا قد ايه، ولسه في تاني في الطبق. هنركن ده على جنب لحد ما ناخد شويه من في الصينيه. نبتدي باللي احنا عملناه في الاول. يا دوبك تحطيه بقى في الصينيه، توزعي في الصواني كده وتتكي تتكيه بسيطه، يعني ما تخليهاش مبططه قوي. طبعا احنا بعد ما نخلص الصواني لازم نسيبها تخمر تاني. لازم القرص ترفع تاني يا جماعه، يبقى تخمر مرتين علشان تديكي طراوه وحاجه كده تبقى جميله وهشه. السر بقى اللي انا هقوله لكم في التسويه ده، يعني ما شاء الله ده بيجيب نتيجه هايله. وبستخدمه في الاسبونج، يعني كيك الاسبونج كمان لما باجي اسوي بستخدمه فيه. بس طبعا ايه، هبقى اقول لكم بعمل ايه يعني دلوقتي. اخلص بقى الصواني كلها كده. بص انا باخد ايه يعني، بدور على اللي انا مقرصاه الاولاني خالص. بصوا ما شاء الله عملت كام صينيه شايفين، ولسه في تاني متقرص اهو. يعني عملت لي صينيتين كبار وثلاثه صغيرين. بقول لكم سيبوها تخمر تاني. بصوا بعد ما خمرت تاني بهدي النار بقى من الجناب. بصوا لازم بقى تبخوا ايه، بختين كده. ويا بقى لو هو الجو حر كده وهي بتخمر بخوا عليها برضو وهي عجين. بصوا ما شاء الله لما طلعت عامله ازاي، حاجه كده عسل العسل لوز اللوز. تقوم بقى بسرعه ايه، رشه تاني بختين هتديكي تش. التشه دي بقى بتخليها طريه وجميله. ولو غطيتيها بفوطه كمان يا بقى تلاقيها ميه في ايدك كده ميه. ادخل بقى الصينيتين الصغيرين وكده بص هبخ تاني اهو. وكده ما شاء الله القرص طالعه معايا هشه وجميله. هوريكم دلوقتي التسويه عامله ازاي. ورمت معايا كميه حلوه جدا يعني. بصوا التسويه من الظهر عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي. هو سخن فانا مش قادره ان انا او امسكها لكم، بس انا بصوا شايفين طريه ازاي وهشه ما شاء الله.